وهو وجهة نظر محترمة. واضح. معناتها في الاستنتاج راجع لسيدي بوزيد. يوم الثلاثاء سأكون في سيدي بوزيد. فوالا، يعني ما ترتاح الا ما تطيح الحكومة. لا مش قضية لما ترتاح، أنا ما نرتاح إلا ما المسار الثوري يحقق أهداف هذا الشعب على يد كائن من يكون. المهم البرنامج نشوفوه افق جديد للبلاد. تونس اخرى ممكنه، تونس ايجابيه وتونس متضامنه وتونس متسامحه، لكن تونس نيره وتحرريه وتقدميه ومتجذره في محيطها. اما نرجع اليوم نناقشوا في اللي اعتقدنا انه تحسم. اليوم الجماعه يناقشوا في بيعان قطاعات استراتيجيه، وجماعه يحبوا يبيعوا الاراضي للاجانب اللي هو نوع من انواع الاستعمار. وراو هذه مسألة ما فيهاش فصال، هاو يسمعوا باش يسمعوا. هذا بيعان البلاد ونحن نرفضوه. هذا كلام طبيعي، معناتها ماهوش ما عليهوش خلاف، لانه برنامجكم اليساريين في حين وهم يحبوا يبيعوا البلاد. هو برنامجهم بيعان البلاد. لا اسمه بيعان البلاد، فما اللي يقول لك جلب الاستثمارات كيما عامله المغرب وتبيع اراضي. اراضي هكا وجهه نظر اقتصاديه مش مشكل. يعني يلزمنا نعملوا جلاء اخر. لا ما عندك انت جلاء معناتها راهو اللي يملك هو اللي في له القرار. وقت اللي تبدا ثروات البلاد مسيطرين على الاخر باش يقرر ويفوضوا لك على ستاج وعلى سراورتان وعلى سوناد ازمه المياه هذه ليس هكذا. اللي يملك الاراضي واللي يملك لك الشركات العموميه كبيره ويحبوا يبيعوا لك استنى ما ويحبوا يبيعوا لك بالعاني قصوا الماء ما قلتش بالعاني ما ثم سياسه منهجيه الابراز الشركات الكبرى والقطاع العام افشالوا وباش معناتها بالعاني قصوا الماء. اخي علاش ما لك انت استنت انت قلتها بالعربيه قلت انا بالدارجه. استنتج شوف معي حسب سيد شكري بن عيد الدوله قصت الماء باش تبيع على السنه. شوف معي انت قلت هذا ما قلتوش انا كي نحب نقولوا بشكل واضح. ما عندكش ادله تلقاك. اسمعني اليوم اللي يملك الفلوس واللي يملك الاقتصاد والقطاعات الاستراتيجيه هو اللي يملك القرار. كان التوانسه يملكوا ثروتهم راهو قرارهم بيديهم، وكان القطريين وغيرهم والامريكان وغيرهم يملكوا لهنا ثرواتنا وقطاعاتنا هم السادة القرار. ولذلك نحن الحكومة هذه قلنا حكومة الالتفاف على الثورة والولاء للأجنبي، ونحن نحب الولاء لتونس ولعالمها ولترابها ولسماها والماها ولسكانها والعمالها والفلاحينها والشبابها والطلابها والمعطلينها وكل ذرة رمل فيه. واضح.